الوصول للقنوات الفضائية لا زلنا نطالب بدماء الشهداء من قرية الشهيلة اللي لا زالت أكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر ما شفنا شيء جديد. تقعد الحكومة تجي الحكومة وتاخذ يدنا وتاخذ مهنا ما شفنا جديد. احنا حقيقة من البداية قلنا ان احنا قبيلة العزة قبيلة لها تاريخ كبير، يعني احنا مو وجدنا اليوم، تاريخنا كبير وله انتصارات كبيرة وقاتلنا الارهاب ومن ثم ساندنا الحكومة العراقية وعلمنا ابنائنا كيف يدافعون عن الوطن وعن انفسهم. كذلك طلبنا من الحكومة انه القضايا اللي حصلت على قضية الشهيلة يجب المجرمين الفوق بالسجن. لحد الآن موجودين أحرار طلقاء والحكومة العراقية ما تسوي شيء يا أخي. فالحمد لله هسه احنا نحاول نهدي أبنائنا، نحاول نهدي شبابنا ونحاول نوصي أبنائنا، وهذه آخر هدنة إلى الحكومة لأنه احنا ما نبقى يوميا ننطي هدنة وننطي مهلة وننطي ونمد ايدنا للسلم وبنفس الوقت ما نشوف تعاون من الحكومة. نعم نعم المجرم معروف من يكون ومن هم اهله وين يسكن وشنو اللي سواه، لكن المشكله انا اسال الحكومه ليش لحد الان المجرمين طلقاء؟ ليش؟ يعني اللي يريد يستر قضيه واللي يريد يعني اليوم العزه من تسوي هذا الشيء تبادركم بالسلم المجتمعي تبادركم بالصلح تبادركم بطيب خاطر تسوي كل شيء في كل عوائد المحافظه اللي مرت اللي هي عوائد الارض. يجب على الحكومه رد هذا الجميل ويجب انصاف قبيله العزه، لانه هذه اكثر من مره تاتي الحكومه وبقيادات لها مكانه تعطي تاخذ مهله وتاخذ مكانه ومن ثم ما نشوف اي شيء. حياكم امامي العزه اكو المهوس وين؟ نعم هوس الامامك